ازيكم حبايب قلبي في كل مكان. اهلا بيكم في قناة المهم والمفيد عن الطيور. النهارده جاي نتكلم مع بعض كده على كم معلومة كده على السريع، وعايزه اوريكم حاجة برضو عملتها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. طبعا احنا عارفين ان احنا بقالنا دلوقتي فترة بالرب، يعني طول الصيف مرقدين البط بتاعنا، البط البلدي، واتكلمنا عنه كتير. عايزه اقولك بقى على معلومه عن البط البلدي تعمليها عشان الشتاء داخل علينا. ايه هي المعلومه دي عشان الشتاء داخل علينا؟ انت طبعا عندك كميه، انا كان عندي بسم الله ما شاء الله كميه من البط البلدي، كميه حلوه يعني انتيات وذكوره. طبعا انا بسيب ذكر او اتنين بالكتير مع البط، مش بسيب الذكوره كلها، والباقي طبعا انا بنذبحه ناكله منه. طيب بالنسبه للنتايات، انا ما ذبحتش نتايات السنه دي خالص من اللي كانت طالعه لي. قعد عندي كميه النتايات كلها زي ما كانت قعدت عندي، خدت منها كانت بتبيض كلها بسم الله ما شاء الله. خدت منها بط على قد ما انا عايزه. طبعا انا قلت لكم انا مش بتاجر في البط، انا مربيه لاكلنا في البيت، اللي بيتاجر بقى بيرقد ويبيع. طبعا انا كل اللي كان بيرقد عندي كان ليا لبيتي. طبعا خدت كميه طول الصيف باخد منه ما شاء الله، وخدت كميه البط اللي انا عايزاها، البط الصغير. وطبعا الشتاء داخل علينا، معروف ان البط البلدي في الصيف بيبيض كتير، طول الصيف ما شاء الله بيبيض، بيجي بقى في الشتاء وبيخف. في بط بيقطع خالص، في بط بيبيض مرة اتنين في الشتاء، بس المهم ان هو ما بيبقاش خالص زي الصيف. طيب انت عندك كمية كبيرة من البط وهتقعد عندك طول الشتاء تاكل وتشرب على الفاضي البط اللي هو النتايات؟ لا طبعا، انت خدت كمية البيض اللي انت عايزاها، او طول الصيف ما شاء الله بتاخدي منها بط. تعالي بقى في الوقت اللي احنا فيه ده، او في وقت دخول الشتاء، شوفي عندك بقى كام بطة حلوين كده انت حباهم، او شاطرين في الرقد او شاطرين في البيض، يكونوا وفيين وحلوين كده، ان هم بمعنى كلمة وفيين ان هم كبار وحلوين، بحيث لما تحط لهم كمية من البيض تحتهم يعرفوا يلموا البيض تحتهم، ويعرفوا ان هم يطلعوا البيض ده. البطة القليلة الصغيرة طبعا مش هتاخد بيض تحتها زي البطة الكبيرة الوافية. البطة القليلة الصغيرة دي كبيرة هتحط لها 10 بيضات. ما تبقى بطة حلوة وافية وكبيرة كده زي البطة السمراء اللي ماشية قدامك دي، حط لها 20 واكتر من 20 بطة تحتها ما شاء الله، هتلمهم وهتظبطهم وهتطلعهم تمام. طيب بنيجي في الوقت ده بقى اللي ابتدي ايه، او في وقت دخول الشتاء ودخول الساعة ده، بيبتدي بقى البط يقل البيض، يقل من البيض. وانا عندي كمية هسيبها طول الشتاء تاكل وتشرب عندي؟ لا، هاجي ماسكه الكميه اللي عندي دي، قلتلك نقيلك 3 4 بطات، 5 6، ممكن 2 ربنا يبارك فيهم ويبقوا احسن من 10 و15. نقيهم ويا ست الكل سيبيهم هم عندك بقى طول الشتاء، انباضوا باضوا، ما باضوش انباضوا حاجه وطلعوا تبقى خير وبركه، ما باضوش هيفضلوا عندك دولت السلاله بتاعتك. معنى كلمه السلاله ان البطه دي تفضل عندك على طول، طول ما هي بتبيض وبتطلع وشاطره وحلوه تفضل عندك تبيض وتطلع وتاخدي النتاج بتاعها يكبر عندك وتربي منه وترقدي. هي دي معنى كلمة السلالة، بتبقى ايه؟ سلالتها حلوة، بتملالك الدنيا خير ما شاء الله، ويمكن تبقى بطة احسن من 10. تمام تمام. انا دلوقتي عملت ايه؟ كان عندي كمية سبتهم يبودولي طول الصيف، وهاجي بقى في الوقت ده قسمتهم، خدتلي كده جزء اللي انا عايزاه، نقيت كام بطة كده حلوين كده كبار كويسين، شايفاهم شاطرين، شايفه في الرقد بتاعهم حلو، شايفاهم ما شاء الله كويسين، وخليتهم لوحدهم مع ذكر مسكوفي ومع الذكر الابيض السوداني ده. والباقي عملت فيه ايه؟ قمت لماه نتايات، قمت لماها وقمت حبساها في اوضه لوحدها زي ما انت شايفه كده. هحبسها في اوضه لوحدها ليه؟ عشان خلاص انا مش عايزاها تبيض وترقد عندي، انا هحبسها في اوضه لوحدها واتك عليها بالاكل، احط لها كده شويه اكل حلوين كده، واغذيها واسمنها على شويه ذره كده، واظبطها بحيث ان هي البطه تتقل معايا كده وتسمن، واجي دبحها. خلاص انا مش عايزه الست بطات دولت، عزلتهم لوحدهم، وهنزل عليهم بالاكل كده واظبطهم بحيث ان هم يزيدوا كده عندي وايه، وادبحهم. عندك اكتر، عندك 10، عندك 20، زي ما يكون عندك. المهم ان انت ايه،
خدت كده كميه لوحدها من البط هتسمنيها وهتذبحيها. انا عزلتهم عن البط ده، دولت شويه البط اللي انا هسيبهم عندي. ان ربنا كرم وطلعوا حاجه في الشتاء اهلا وسهلا، ما طلعوش خلاص الحمد لله على اللي عندنا، هيفضلوا عندي على الصيف ان عشنا وكان لنا عمر. هم دولت اللي هيرقدوا ويطلعوا عندي. اما الشويه الباقيين دولت زي ما قلت لك هحط ذره بقى، واحط رده، واحط سرسه، واحط عيش، هيقوموا يتقلوا معايا كده بسرعه ويتظبطوا، اقوم لماهم دبحاهم. خلاص كده عرفنا المعلومه بتاعه البط، ان انتي ما تخليش البط عندك كله في الشتاء، هيبقى زي قلته وهياكل وهيشرب وهيكلفك اكل كتير من غير ما تاخدي منه فايده. معروف ان البط السوداني ده يا اما بتذبحيه يا اما بيرقد عندك ويطلع. طيب مادام هو ما بيندبحش ومادام ما بيرقدش ويطلع، هتسيبيه ليه ياكل ويشرب بقى وهو ملوش لازمه؟ لا، لميه يا ست الكل واذبحيه. حتى لو ما عندكيش وعندك بط صغير ان شاء الله من هنا للصيف هيكون كبر وهيرقد عندك ويطلع يبقى زي الفل. عايزه اوريكي حاجه عملتها. الباب ده يعني انا حابه اصوره لكم عشان مش اي حد حاجه تبوظ عنده يقوم واخدها رميها ويروح جايب غيرها. الباب ده كان بيقفل على الاوضه دي، فبصيت لقيته الباب ده متكسر، يعني واقع كده، بقاله زمن واقع، اتكسر من فوق لتحت. كان هو باب خشب كله كده تمام، حتى ده كله اتكسر، ده كله اتكسر كده وكله نزل اتكسر. طيب قلت ده خلاص هو باظ وايه، وهنجيب باب تاني عشان يقفل على الاوضه دي. طبعا اما قعدت مع نفسي فكرت شويه وقلت ايه اللي خلاني اروح اجيب باب جديد ب100 ولا 150 جنيه؟ كل حاجه غاليه دلوقتي، ما انا اجيب سلك واركبه له. خدت الحلق بتاعه اللي هو ده كان مخلوع من بعضه، دخلته في بعضه ودقيته من فوق ومن تحت، ظبطته كده ببعضه، ورحت جايبه سلك. لو كان جه في دماغي وانا بعمله كنت صورته لكم، بس ما جاش في دماغي الا بعد ما خلصت. ورحت جايبه صدايق خشب من الرفيعه دي، وجايبه 1.5 متر سلك اهو ب30 جنيه ولا ب25 جنيه، وقمت جايه من تحت لفوق او من فوق لتحت ومركباه في الباب. يا دوب جبت السلك فردته على الباب وبالخشب كده ولفيت حواليه اهو، سمرته كله فيه اهو. بقى الباب زي ما انتوا شايفين، بصراحة عجبني جدا جدا جدا، يعني عجبني اكتر ما كان الباب القديم. يعني الباب القديم كان خشب في خشب، فلما بتسكي ما بينورش للطير ولا حاجة، خصوصا ان الاوضة ما فيهاش اصلا شبابيك من جوه. فلما عملت السلك ده ما شاء الله بقى تهوية للأوضة وبينور، يعني بقى منور الأوضة للطير اللي جوه وبقى تهوية، واستفدت منه. كل العملية 25 ولا 30 جنيه بدل ما اجيب باب ب100 وشوية، وما شاء الله بقى جميل جدا وعجبني. حبيت اقولك على الفكرة عشان لو عندك حاجة زي دي تقدري تستفادي منها وتعمليها اعادة تدوير، وتقدري ان انت تعمليها تاني، مش تشيلي الباب خلاص ترميه كده وما عادش ليه لازمة. لا، فكري بس 5 كده قبل ما تعملي الحاجة، هتوصلك لحاجة حلوة قوي قوي وهتستفادي منها. حبيت بس يعني اديكوا فكرة كده عشان لو حد قابلته المشكلة دي عنده في باب اوضة للطير ولا حاجة يقدر يتصرف ويقدر ان هو يعملها. والمعلومة الاساسية بتاعت النهاردة هي انك ما تسيبيش البط اللي عندك كله ياكل عندك طول الشتاء ويبهدلك اكل ومصاريف. لا، زي ما قلتلك نقلك كام بطة حلوين شاطرين كده بيرقدوا وبيبيضوا عندك، ودولت اللي اللي هتسيبوهم سلالتك عندك مش هتستغنى عنهم، وهتبتدي ان انت تلمي بقيه البط اللي عندك زي ما قلتلك كده، تعزليه في اوضه لوحده، وتبتدي ان انت تتك عليه بالاكل عن بقيه البط شويه، تهتمي بيه يعني. شويه ذره، عيش بقى، على سرسه، على رده، شويه رز بتاع. هيبتدي البط، هتبص تلاقي البطه هتشيل البطه هتلاقيها تقلت معاكي كده واتظبطت. ما تديهاش فرصه بقى ان هي تبيض، ما تسيبهاش تبيض عشان لو باضت هتخس. البطه اول ما بتبيض بتخس، طول ما هي معنقده للبيض وما بيضتش لسه بتبقى تقيله وحلوه وينفع ان انت ان انت تذبحيها. اديتك معلومه سريعه النهارده عن البط، يا رب تكون المعلومه عجبتك، ان شاء الله هتعجبك. بحب ان انا اوصل لكم اي معلومات عندي تستفادوا منها، يا رب تكون بتستفادوا في المعلومات البسيطه. انا ما برضاش اطول عليك الفيديوهات عشان ما تزهقوش منها. بحاول ان انا ابسط لكم المعلومه واديها لكم في وقت سريع عشان ما اطولش عليكم. لو عجبك الفيديو حط لايك، ولو ما اشتركتيش في قناه المهم والمفيد للطيور اشتركي فيها، واستنيني في فيديوهات جايه كتير المهم والمفيد عن الطيور.